تخيل معايا كده انت رايح مكتب البريد تدفع مصروفات ابنك او بنتك في المدرسة التجريبية، وواقف في الطابور من بدري، ولما بيجي دورك الموظف يقولك مفيش تقسيط. وقتها طبيعي هتتشد وتقول ازاي ده الوزارة اللي قالت الكلام دون ونزلت قرار بكده. طب اعمل ايه دلوقتي؟ في الفيديو ده هفصل لكم الموضوع بالكامل من اول مصروفات الكتب لحد نظام التقسيط، وكمان هنرد على كل الاسئلة اللي بتدور في دماغ اولياء الامور. الفيديو مهم جدا خصوصا للناس اللي أولادها داخلين الصفوف الأولى أو لسه فاتحين ملفاتهم، فخليك معايا خطوة بخطوة. أول حاجة لازم تعرفها إن التقسيط موجود فعلا مش مجرد كلام. المشكلة بس إن النظام بيتفعل تدريجيا، يعني في مكاتب بريد شغالة بالخدمة بالفعل، وفي مكاتب لسه ما اتفعلتش عندها. والحل بسيط جدا، يا إما تستنى يومين تلاتة لحد ما الخدمة تتفعل في المكتب اللي انت رايحه، يا إما تروح مكتب تاني قريب منك وشغال بالنظام. وده معناه إنك ما تتوترش لو الموظف قالك مفيش تقسيط، لأنه مش قصده يمنعك، لكن السيستم عنده لسه مش شغال. وحسب القرار الوزاري مصروفات الكتب بتتسدد مع أول قسط، لكن استلام الكتب مش مربوط بالدفع، بمعنى إن أولادك هياخدوا الكتب أول ما الدراسة هتبدأ حتى لو لسه ما دفعتش ولا جنيه. الكتب اللي هتستلموها بتشمل الكتب المشتركة مع المدارس الحكومية، كتب المستوى الرفيع، كتب الماس والساينس، وكتب التقييمات والأنشطة لكل مادة. يعني ما تقلقش، العملية ماشية بسلاسة. الأولاد هيبدأوا دراسة عادي وبعدين الدفع يتم تدريجيا. دلوقتي مفيش حاجة اسمها أروح المدرسة وأدفع نقدي، الدفع كله هيكون عن طريق مكاتب البريد وفوري. وده بيخلي الموضوع أوضح وأسهل، بعيد عن العشوائيات والفلوس اللي كانت بتتجمع في المدارس. لو انت بالفعل دفعت مصروفات فتح الملف في البريد خصوصا للصفوف الأولى، يبقى هتروح مرة تاني تدفع مصروفات الكتب. وهنا نقطة مهمة، دفع مصروفات الكتب مش شرط على الملف بتاع ابنك أو بنتك، بتسلمه عادي. والكتب كمان هتستلمها مع بداية الدراسة، الدفع ممكن يتم بعد كده من غير أي مشكلة. فباختصار التقسيط موجود بالفعل، وهيتفعل في كل مكاتب البريد. الموضوع بس محتاج شوية وقت. النظام ثابت، يا كاش يا 4 أقساط، مفيش نص نص، مفيش فوايد، بس في رسوم خدمة بريد بسيطة. الكتب مش مرتبطة بالدفع، يعني أولادكم هياخدوها في ميعادها، والدفع بيجي بعدين. الدفع كله إلكتروني، بريد فوري، ومفيش أي فلوس في المدرسة. فخليك مطمن، الأمور منظمة ومفيش داعي لأي قلق. لو الفيديو وضح لك الموضوع اعمل لايك وشارك الفيديو مع أي ولي أمر محتاج يسمع المعلومات دي، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول بأول.